هنا رجاس. قد تعبت الكلمات والحروف عن الخروج، لكن هيهات أن نسكت عن موضوع في رجاس كهذا. رحلت دكتورة من عائلة عريقة بمدينة رجاس، ويا للأسف على رجاس مني أنا صاعدا، وإلى ما صعد ونزل مني كلنا مسؤولين عن ذلك. جنازة دكتورة طبيبة ونجمة من نجوم رجاس ترحل هكذا في صمت. وما يغيظك الجنازة التي كانت تعد على رؤوس الأصابع مقارنة بالجنازات الأخرى التي لا داعي لذكرها وذكر أسبابها. لماذا كل هذا الظلم وهذا الإجحاف؟ أين هم المثقفين والمعلمين والأساتذة؟ أين هي الجمعيات التي تدعي الوقوف مع غزة؟ أين هم الأئمة؟ أين هم كبار القوم؟ أين هم من نراهم في واجهات المساجد يعرضون عضلات الخير لديهم؟ أن ترحل نجمة وأسطورة من مدينة رجاس بهذا الصمت وبهذا البهتان وبهذا الظلم والإجحاف لا يقبله عقل عاقل. أعرف أنك في مكان آمن عند الله، أعرف أنك أحسن منا، من الطفولة إلى المدرسة إلى الثانوية ثم إلى الجامعة، وشاءت الأقدار أن تلتزم البيت، ليس مثلنا الأسواق والتسكع والمقاهي ومن هنا إلى هنا. حينما تنزلق ألسنتنا وتزيغ أعيننا، لك كل الشرف أن تموتي هذه الموتة القديسة المريمية العذراء. شكرا لله على كل أنعمه. الحمد لله أن الله هو الذي سينصفنا يوما، وهو الذي سيضع العذاب بيننا. إلى ناس رجاس وضميرهم الميت، ضميرهم المعفن. هذه قامة من قامات رجاس، هذه طبيبة، نعم، لها كل التقدير والاحترام. سنضع لك في غيابك عن ظهر قلب، فاعذرينا غدا إذا التقينا أمام الله. أعذرينا أيتها النفس المطمئنة، قد رجعت بإذن الله إلى ربك راضية مرضية. كنت ولا تزالين في البال. رجاس، لا تقول لي غزة. نرى العالم يتفرج على غزة وكل العالم على جنازات تعد على رؤوس الأصابع، ناس قليلة بالنسبة للعالم. وهذا ما يحدث في مدينة رجاس والعياذ بالله. كل رجاس يتفرج والجنازة فيها ناس تعد على رؤوس الأصابع. لماذا؟ السؤال يبقى مطروح. يا رب ألطفنا واستر بنا وأعدنا إلى صراطك المستقيم. سلام.